أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين. بسم الله الآب الخالق الحي بالروح القدس والناطق بالكلمة الإله الواحد آمين. نتابع معكم إخوتي الأعزاء والأحباء مناظرة الراهب إبراهيم البصري من العراق مع الأمير عبد الرحمن بن عبد الملك الهاشمي في بيت المقدس في سنة 820 ميلادية من التراث الآبائي المشرقي لكنيسة المشرق. في هذه الحلقة يشترك الحاج البصري الذي دخل بين يدي الأمير ليحاور الراهب، فهذا ما جاء في الكتاب. ثم جاء رجل من البصرة وبيت المقدس حاجا، فلقاه المنظور في المسجد وسلم عليه وتأنس وتعارفا، فقال له المنظور: ألا إني أحدثك بأعجوبة إن الأمير قد لج في البحث عن دين النصارى ليبلغ فيه غايته، وعنده راهب ونحن نجادله منذ جمعة وليس ينهزم. قال له البصري: من أين هو؟ قال له المنظور: هو من أهل الشام، كان ولادته ومنشأه في العراق من البصرة، وهو قوي الحجة من الكتب، فلا تناظره في شيء منها، فإني لست أناظره في شيء من الكتب. قال له البصري: اجمعني وإياه حتى أكلمه. قال المنظور: لا نقبل من كتبه شيئا، لأن الروم حرفوها بقدرتهم وسلطانهم، وهؤلاء قبلوا منهم، أي نحن المشارقة قبلنا من الروم الكتب المقدسة، وهذه المعلومات خاطئة وليس لها أي أساس ولا إثبات من ما يقولون فيه. فدخل إلى الأمير وسلم عليه وأجلسه الأمير عنده. هذا الموضوع سيكون حول لاهوت المسيح. فقال البصري للراهب: يا راهب، ألا تزعمون أن المسيح إله وأن اليهود عبيد؟ قال الراهب: حق يقين إنه إله الخلائق كلها. فقال البصري: كيف أدى الجزية التي فرضها اليهود على الناس درهمين؟ قال الراهب: نعم، أداها عنه وعن تلميذه سمعان، أي هو بطرس. فضحك البصري ومن حضر، ثم قال: ويحك يا راهب، كيف يكون إلها وقد ذل وخضع وأدى فريضة فرضها عليه عبيده؟ قال الراهب: ما ذل ولا خضع، إلا أنه بفضله وحلمه وحسن تدبيره أخبرك كيف أداها، لأنه كان يظهر هذه العجائب والآيات في كل موقف. سأل الذين يأخذون الجزية تلميذه سمعان: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ فأجاب بطرس أو سمعان: بلى. فلما عاد سمعان للبيت فابتدر المسيح بالسؤال: من يأخذ ملوك الأرض الجزية، أم من بنيهم أم من الأجانب؟ فأجاب: من الأجانب،
أي الغرباء. فقال المسيح: إذن البنون أحرار، أي المسيح كان حر، كان له الحق أن لا يدفع الجزية هو وسمعان، لأنهم من أبناء اليهود وهو يهودي. لهذا قال المسيح إن البنون أحرار. ثم ليظهر تواضعه وصبره ومحبته أمر سمعان أن يذهب إلى البحر ليلقي صنارته، وقال له: السمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاءها تجد استارا خذه وأعطهم عني وعنك. ثم قال الراهب: فانطلق سمعان وأدى ما قال له المسيح، ورجع إلى نفسه وقال: إن كان سيدنا يفعل ما يشاء بكلمته وقد رضى أن يدفع لهؤلاء المنافقين فريضة، فنحن أحق بالرضا بأن ندعو الناس إلى التواضع والاحتلام والصبر على الخوف. وهكذا ترى أيها البصري أننا لا نعبد إلها ذل وخضع، بل إنه إلها عزيزا قادرا قاهرا متواضعا حليما وصبورا، يعلم الخفايا ويخلق الفضة في فم السمكة ويضرب الدراهم جوفها وهي حية في البحر بكلمته، لأن المسيح قال بكلمته: اذهب وارمي سنارتك وستصطاد سمكة فيها درهمين. وهذا ما حدث، إنها عجوبة وعملية خلق، لأنه إله بكلمته يخلق. قال البصري: كيف تعرف أن تلك الدراهم التي أداها كانت من هذا الوجه؟ بين هذا إنجيل الله الطاهر وشهادة الحوريين أنصار الله الذي يشهد لهم القرآن إنهم أنصار الله، أي التلاميذ الذين لا يتهمون بالكذب، وأقرار الجماعة أن المسيح كلمة الله وروحه، وأنه قد أظهر الآيات والعجائب وأحيا الأموات وقهر الشياطين وشفى الأمراض المختلفة، وخلق عيون للذين لم يكن لهم عيون، وأشبع الألوف من طعام يسير، وخلق خليقة غير خليقة. وذلك أنه مسخ من اليهود قردة وخنازير كما يدعون الإسلام، وخلق من الطين كهيئة طير فنفخ فيه وقال له طر فطار، ومن يفعل هذا لا ينكر له شيء. وهذا يثبت أنه إله يخلق ما يشاء ويحيي ما يشاء ويميت من يشاء. قال البصري: يا راهب، ألستم تزعمون أن منذ أن قال جبرائيل لمريم السلام عليك ممتلئ نعمة الرب معك صار ذلك المحمول من مريم إله الخليقة ومدبرها؟ قال الراهب: ألا يقول قرآنك أن الله بالآفاق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، هو إله خالق أم لا؟ قال البصري: نعم، هو الخالق لسائر الخلائق كلها وإلهها جميعا. قال الراهب: فلو كان أفلت من الآفاق الأعلى فوقع وتكسر الله تعالى من ذلك علو كبير، فمن كان يكون إله خالق؟ قال البصري: هذا إله تبارك وتعالى لا يوصف ولا يحد، وذلك محدود في بطن أمه. قال الراهب: إن هذه الصفة التي تصف بها صفة محدودة كقولك هو بالآفاق العليا ثم دنا فتدلى، إن الذي بالآفاق العليا لابد من أن يحيل أو يحال، والذي بالدنو لابد له من أن يتنحى، والذي يتدلى لابد من أن يرتفع أو يقع. فما تعني بقولك وهو بالآفاق الأعلى ثم دنا وتدلى؟ أتقول تبارك وتعالى متمسك بالآفاق العليا ثم دلى رأسه ويداه؟ هذه صفة المخلوق المحدود وليس الخالق. ثم قال الراهب: فأنت قلت لو كان عرض لمريم عارض، أي حدث لمريم حادث، وأنا قلت لك لو كان أفلت من الآفاق والأمران لا يمكن أن يحدثا. وإنما المسألة ثلاث: مسألة العالم والمتعلم والمتعنت. أما مسألة العالم والمتعلم فلها جواب حاضر، أما مسألة المتعاند فليس لها جواب إلا مساءلة مثلها، وأنت وقفت مني موقف المتعانتين. شهادة الإنجيل بصلاة المسيح.
قال البصري: أخبرني يا راهب، هل صلى المسيح؟ فإن الإنجيل يشهد أنه صلى وطلب إلى الله، والإله لا يصلي. قال الراهب: حقا أنه إله لا يصلي، إنما الصلاة لله واجب على العبد المخلوق. قال له البصري: فأنت الآن قد كذبت نفسك والإنجيل. قال الراهب: تسألني عن أشياء تقيم نفسك فيها مقام المدعي والقاضي. ما عظى الله أن أكذب الإنجيل، لأن الإنجيل لا يكذبه أحد إلا اليهود أهل اللعنة والنفاق، ومن الذين لا يؤمنون بالله وشهادته بكلمته. أيها المسلم، قد صلى المسيح له المجد بجوهره ناسوته، لأنه كان إنسان أيضا، صلى كإنسان ليعلمنا الصلاة. فأنتم تنسون أن المسيح كان إله وإنسان، أكل وشرب وتعب وجاع وبكى كإنسان، وعمل المعجزات، وأقام الموت وخلق الخلائق كإله في شخصه الواحد يسوع المسيح، الله الظاهر بالجسد. قال البصري: لماذا تبرئه من العبودية وتجعله إلها يعبد؟ إذ قيل لكم إنكم مشركون نفرتم، وإشراككم ظاهر لأنه لا يعبدوه إلا المشركون. أي الإسلام يتهمون النصارى بالإشراك، أي نحن نعبد عيسى، لأنهم لا يؤمنون هو إله، بل يؤمنون هو نبي فقط. والمسيح كلمة الله هو أعلى من نبي، هو إله متجسد أتى ليخلص العالم. قال الراهب: ما نحن مشركون، ولكننا مشتركون بنعمة الله، بهذا البشري المختار من جوهرنا، أي من طبيعتنا، الذي به عرفنا الله 3 أقانيم، وعرفنا الخير والشر والقيامة والبعث. لأن النصارى لم يبتدعوا أن يقولوا أن المسيح ابن الله الحي، لكن الله هو الذي قال: هذا ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. فقلنا: يا ابن الله، سمعنا وأجبنا. فقال لنا: أنا والأب واحد. بشر بهذه الملائكة المقربون، وتنبأ به الأنبياء المرسلون، وأخبر به الحوريون المنذرون، وأجمع عليه الآباء المكرمون. ونحن لسنا مشركين، ولكن مشتركون بنعمة الله. وأما قولك إذا قلت أن الله لم يصلي ولا يصلي فأنت صادق. قال البصري: كذب، ما أشرك الله مع أحد، ولا يرضى عمن أشرك به، ولقد قلت الحق أن الله لم يصل ولا يصلي. قال الراهب: ما أوضح الحق وأقوى الحجة في أمر المسيح لمن صان نفسه من المعاصي والاستكبار. فأخبرني، لمن يصلي العبد المؤمن؟ قال البصري: لله الواحد رب العالمين. قال الراهب: ولمن يصلي الملائكة المقربون؟ قال البصري: لله الواحد رب العالمين. قال الراهب: ولمن يصلي الله الواحد رب العالمين؟ فقال البصري: سبحان الله تعالى عما تشركون، ما صلى الله ولا يصلي أبدا، بل له الصلوات من الملائكة والناس. قال الراهب: إذن قد أقررتم أن الله لم يصلي ولا يصلي أبدا، وأنت وكتابك تشهدون عليه أنه قد صلى بقولك أن الله والملائكة يصلون على النبي، أي على محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت تقول أن الله والملائكة وعباده يصلون على محمد صلاة واحدة في كل مرة تذكروها. فإن كان الأمر حقا فلا بد من أن يكون إله آخر يصلي الله والملائكة وعباده ويطلبون إليه في أمر محمد، أي هناك إله أكبر من الله. الله يصلي ويطلب من الملائكة أن تصلي على محمد، فلمن يصلون؟ هذا هو تناقض المسلمين. فمن أقر بهذا فقد شقي في الدارين، أي في العالمين، وإن قلت خلاف هذا فقد كذبت نفسك وقرآنك. قال البصري: إن صلوات الله ليست كصلوات الملائكة والعباد، إنما صلاة الرحمة ومغفرة منه على الأنبياء والمرسلين. قال الراهب: وما فضلت الله ولا شرفته في القول على الملائكة والأنبياء، بل أجريت الثلاثة في القول مجرى واحدا بقولك إن الله وملائكته يصلون على محمد.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا مجرى واحد. لكني سأرجع معك إلى قولك أن تكون صلاة الله رحمة ومغفرة، كذلك هي صلوات المسيح إنما هي رحمة على من آمن به وأتباعه، وكما صلى الله ورحم الأنبياء والمرسلين، كذلك صلى المسيح ورحم التلاميذ الحوريين أنصار الله والمتعبين والذين سيؤمنون به. فقال الراهب: هذا في قرآنك أن المسيح خالق غير مخلوق. قال البصري: أراك تجادلني بقرآني، أفتقر أي فتؤمن أن هذا القرآن وحي من الله أنزله على نبيه محمد؟ قال الراهب: لا أقر شيئا من هذا، ولا أقر أن نبيك نبي، ما هو إلا ملك ارتضاه وتم به وعده، لأنه من يوحنا ابن زكريا انتهت النبوة والوحي، ويشهد بذلك دانيال النبي والمسيح. قال البصري: كذب، وما في القرآن إن المسيح خالق بل مخلوق ابن مخلوقه. شهادة القرآن والأناجيل لا تناقض بين ميلاد المسيح ولاهوته. قال الراهب: لا قوة إلا بالله. ألا يقول القرآن: إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي اختارك على نساء العالمين. وهذا ما يثبت أن مريم هي أعلى رتبة من جميع نساء العالمين، أعلى من زوجات نبي الإسلام محمد، وأعلى من بنته فاطمة التي كانت بنته، وهي أطهرهم جميعا، أي مريم العذراء القديسة. قال البصري: هذا قول الله تبارك وتعالى. قال الراهب: فقد اصطفاها وجبل عيسى منها بقوة الروح القدس، وولدته كما تلد النساء في 9 أشهر، إذ لم يتغير ذلك الخاتم الطاهر المكنون ولم يفسد. ونادت الملائكة المبشرون: السلام عليك يا مملوء نعمة، الرب معك. وقال الله للملائكة والناس: هذا ابني الحبيب الذي به سررت، فله اسمعوا. فشككتم أنتم إنه ابن الله وعاديتم المؤمنين به. قال البصري: كذب، ما للمسيح إلا عبدا من عبيد الله ونبي من المرسلين، إن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من التراب ثم قال له كن فيكون، أكرمه الله ورفعه إليه. وقال القرآن: لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا للملائكة المقربون. قال الراهب: إن من أكرمه الله وأنزله المنزلة التي لم ينزلها سواه ينبغي أن يتبع فورا. ولكن أين آدم وذريته؟ وأين نوح وقومهم؟ وأين إبراهيم وموسى والأنبياء والمرسلون؟ وأين الشهداء والأخيار والأبرار؟ قال البصري: هم على الأرض تحت الثرى، أي تحت التراب. قال الراهب: وأين محمد وأمته التي تزعمون أن الله لم يخلق خلقا أكرم عليه منها، وأن محمد أكرم على الله من المسيح ومن آدم؟ قال البصري: هو كما قلت لا محالة. قال الراهب: فأين هم؟ أي أين محمد وأمته وخلفائه؟ قال البصري: على الأرض وتحت التراب. قال الراهب: وأين المسيح؟ قال البصري: في السماء، رفعه الله وأكرمه. قال الراهب: إذن لو كان مثل المسيح كمثيل آدم لكان من آدم وذريته، أو مثل نوح لكان من نوح وقومه، أو مثل إبراهيم وموسى والأنبياء والمرسلين لكان معهم، ولو كان مثل محمد لكان معه، ولو كان محمد أكرم على الله من المسيح لكان محمد مكان المسيح في السماء، وكان المسيح مكان محمد في الثرى. ثم قال الراهب: وكيف صار هذا الذي تشهد عليه بالعبودية رفعه الله إليه بالفضل والكرامة، وأجلسه على كرسي العز، وألبسه المجد، وحجبه بالنور، وألهم الملائكة والعباد معرفته والإقرار له بالربوية واللاهوت، وتمم له جميع ما قيل فيه على ألسنة الأنبياء إنه ملك الملوك وليس لملكه انقضاء. وشهد بذلك جبرائيل الملاك قبل أن يحبل به، إذ قال لوالدته الطاهرة أن الله مبشرك بكلمته، ولم يقول لها إن معك عبدا من عبيد الله، بل روح الله معك، وقوة العلي تظللك، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله.
وبعد هذا انطلقت مريم لزيارة الإصابات أم يوحنا ابن زكريا، فلما سمعت أم يوحنا كلام مريم اضطرب يوحنا في بطنه وسجد، فقامت أمه تتنبأ بفرح عظيم وقالت: من أين لي هذا الشرف العظيم أن تأتي أم ربي؟ السلام لك يا مباركة في النساء، منذ وقع كلامك في أذني اضطرب الطفل في بطني وسجد. وهذا في كتابك إذ يقول: إذ قالت الملائكة لزكريا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله نبيا من الصالحين منذ كان في بطن أمه. وفي ولادة المسيح نزلت الملائكة من السماء يسبحون ويقولون: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام بالناس المسرة. وبشر الملائكة الرعاة وقال: هو ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم لجميع الأمم، قد ولد مخلص هو المسيح الرب. تحرك المجوس وأهدوا إليه القرابين الزكية بالخضوع والسجود، وكوكب النور دليلهم. ويوم دخل المسيح إلى أورشليم هلل الأطفال المولودين والشبان بالتسبيح لله لابن داود، والكتب كلها تشهد له مؤيد ما جاء في الإنجيل، ولكنكم لا تقبلون. فكيف يستقيم أن يسمى المسيح إنسانا أو يدعى أنه عبدا؟ استغرب الأمير من عبادة الصليب. قال الأمير: دع عنك الآن هذا كله واخبرني ما بالكم تعبدون الصليب وتؤمنون به وهو خشب لا تنفع ولا تضر. قال الراهب: أيها الأمير، هل رأيك أنت وهؤلاء من اشترك فيما قلت إننا نعبد الصليب ونسجد له؟ قال الأمير: نعم. قال الراهب: يا سيدي، هؤلاء لا يلامون لأنهم يدعون ما دعوا إليه، لا علم لهم إنما أصابوا وإن أخطأوا. وأما أنت فقد وهبك الله الحزب والنسب والشرف والملك والسلطان وحسن الأدب، وقد سبق فيك قول محمد إذ قال: قدموا قريشا ولا تتقدموها، تعلموا من قريش ولا تعلموها. فإن رأي القريشي رأي 10 رجال، فمن كانت هذه حالته فكيف يقبل أن يقول أن النصارى يعبدون الأخشاب؟ ثم قال الراهب: لا ينبغي لأحد أن يلوم النصارى على حبهم للصليب، لأنه قد ظهر لهم منه أمور لا تعد ولا تحصى، ذلك أنه علم الفداء وراية النصر والخلاص من الضلال وعبادة الأصنام والشيطان والموت. وفي ذلك يقول رسول المسيح بولس: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلبت عن العالم والعالم لي. قال البصري: ويحك يا راهب، ما أعظم كفرك، إنكم لا تؤمنون بالقيامة والبعث. قال الراهب: نحن من أمر القيامة والبعث على حق اليقين، لأننا قد رأينا القيامة والبعث عيانا، أما أنتم واليهود فمن القيامة والبعث على رجاء. قال البصري: وكيف ذلك؟ قال الراهب: قال موسى لبني إسرائيل: إن القيامة ستقوم وإن الله سيبعث من في القبور، فمات موسى ولم يقم أحد، وجاءكم محمد وقال: يا معشر المسلمين، إن القيامة ستقوم وإن الله سيبعث من ما في القبور، فمات محمد ولم يقم أحد. وجاء المسيح وقال: يا معشر الناس، إن القيامة بي تقوم وإن الله يبعث في من في القبور، فمات وقبر وقام وانبعث حيا وطلع إلى السماء ويأتي ثانية، فنحن من المسيح على التحقيق وأنتم من صاحبكم على الرجاء. بعد ذلك غضب الأمير وأمر بحبس الراهب. فقال الراهب للأمير: ما كان هذا الرجاء منك ولا العهد والميثاق الذي قطعته بحلف اليمين. فقال الأمير: ما عليك بائس. فمضوا به إلى الحبس. لما دنا الليل دعا الأمير الراهب وقال له: أتحب أن تسكن بلدنا فأنعم عليك وأقوم بشأنك، أما تحب أن أخلي سبيلك؟ أجاب الراهب: أطلق سبيلي. فأجازه وأحسن إليه وصرفه بسلام. وللرب المجد الإله الخالق ملك الملوك ورب الأرباب، الرب يسوع المسيح المتجسد، الذي يفتح قلوب
الجميع ليعرفوا الحق. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه المناظرة. صلوا من أجلي أنا الراهب المشرقي، والرب يكون مع جميعكم، ولله الحمد. آمين.